تخيل إنه الناس اليوم بالقرن الواحد وعشرين لسه مقتنعين إنه الأرض مسطحة وإنها أبدا مو كروية. بيقولوا إنه كل اللي تعلمناه من المدرسة هو عبارة عن كذبة كبيرة، وإن الأرض بالأصل مسطحة. الموضوع مو بس جدال علمي أو تجربة غريبة وربط ديني، لا، القصة فيها تاريخ ومؤامرة. بس عارفين شو الغريب؟ الغريب انه الفكرة هاي ابدا مو جديدة، الفكرة جدا قديمة ولحد هذا اليوم رفضت ابدا انها تموت. فخليني اخذك في رحلة ما بين الماضي والحاضر والعلم والدين كمان، مشان نشوف ونعرف هل فعلا يا جماعة الارض مسطحة ولا هي كروية، ولا في اشي اعمق من هيك احنا لسه مش عارفينه. في سنة 1838 وتحديدا في انجلترا، واحد اسمه سامويل روبوثام قرر يعمل تجربة بسيطة بقناة اسمها بيتفورد، طولها تقريبا 10 كيلومتر. الهدف يختبر هل الارض فعلا منحنية ولا مسطحة مثل الطاولة. الفكرة كانت جدا واضحة يا جماعة، إذا الأرض فعلا منحنية المفروض أنه القارب يختفي بعد الانحناء. روبوثام وقف على طرف القناة وبدأ يوجه منظاره لجهة القارب وطلب من صاحبه يبحر بالقارب الآخر. الغريب يا جماعة واللي هو استغرب منه كثير إنه القارب ما اختفى، لساته موجود على مد بصره. وها هي كانت الشرارة بالضبط اللي خلته يبدأ يفكر معقول الأرض مسطحة. طبعا يا جماعة بس بدي أقول لكم شغلة مهمة، رأيي الشخصي راح أقوله بنهاية الفيديو، أكيد ما حقوله هسا، فأتمنى تتابعوا الفيديو على الأخير. أنا بس قاعد أشرح لكم اللي الشخص هذا عمله. خلينا هسا نرجع للقصة. اللي بدي أقول لكم يا جماعة إنه القصة هاي أبدا ما بلشت بروبوثام، القصة بدأت من زمان كثير. ولما أقول زمان كثير يعني قاعد أقول لكم آلاف السنين، أيام الفراعنة وأيام حضارة بابل وأيام حضارات الصين. كانوا الناس يا جماعة مؤمنين إنه الأرض عبارة عن قرص كبير، والسماء هي القبة اللي بتغطي القرص هذا، ناس ما أنتم شايفين قدامكم بالصورة، وتحته كان في عالم غامض هم ما بيعرفوا عنه اي شيء. وهذا الكلام كان جدا منطقي بالنسبه لهم، لانهم ما كانوا يشوفوا الشمس وهي بتشرق وبتغيب، وما كانوا فهمانين شلون كان يصير هالشيء. فالتفسير منطقي كان بالنسبه لهم انه الارض هي مجرد قرص كبير ومسطح. وبالنسبه لهم ما كان ابدا منطقي ان هي عباره عن كره، او خلينا نقول انه كانوا يقولوا زمان المدرسه عندنا كره مفلطحه، كانت عباره عن كره، ما كان الشيء هذا بخيالهم. فالتفسير المنطقي الوحيد بالنسبه لهم انه هي عباره عن سطح مستقيم، او خلينا نقول قرص كبير، نفس قرص الكنافه هيك. والله نفسي بكنافه. بس بعدين دخلوا الفلاسفه مثل فيثاغورث اللي انا شخصيا بكرهه جدا لانه عقدني زمان ايام المدرسه، I'm just saying، وارسطو وبعض الاشخاص الثانيين بديش اقول اساميهم. المهم انهم دخلوا على الساحه يا معلم، وهون بلشت اللعبه تتغير. ارسطو لاحظ انه ظل الارض على القمر دائما دائري، وبالتحديد وقت الخسوف. واريتوسينس هيك اسمه عمل تجربة عبقرية جدا، حط عصا وقاس زاوية ظل الشمس في مدينتين مختلفتين وشاف الفرق بزوايا الظل، ومن هالفرق قدر يثبت انه الارض منحنية. ومن هون اقتنع انه الارض كروية وانتهت الحكاية، او هيك كنا مفكرين. لكن خلينا نرجع لروبوثام، هو ما اقتنع ابدا باللي عملوه العلماء، وقال انا ما بصدق هالشيء ابدا لغايه ما اشوف هالشيء بنفسي. وسمى طريقته علم الفلك الزيتي، يعني العلم اللي بيعتمد على التجربة المباشرة. ومن هون انتشرت فكرته ووصلت لأمريكا، وصار في كثير ناس مؤمنين بفكرته. وحاليا يا جماعة احنا وصلنا للقرن العشرين، العالم وقتها كان لسه مش متأكد هي مسطحة أو كروية، وكان الموضوع جدا محير بالنسبة لهم، لغاية ما بدأت الأقمار الصناعية تطلع بالفضاء وتم تصوير صورة الرخام الأزرق عام 1972. طبعا الصورة زي ما تشافين، والصورة هاي طبعا ورجت إنه الأرض هي عبارة عن كرة كبيرة وإن هي أبدا مو مسطحة. وخلاص بالنسبة للعالم كله الجدل انتهى، أو هيك احنا كنا مفكرين، لأنه بالحقيقة ما انتهى إشي. وطبعا احنا عارفين يا جماعة بظهور السوشيال ميديا والوقت اللي احنا حاليا فيه، الناس بدأت تتساءل عن كل شيء احنا بنشوفه. ما قالوا أبدا إنه الصور هاي هي كذب أو إشي، هم كانوا بيجمعوا الصور، لأنه طبعا تصوير الأرض من بعيد، احنا ناخذ صورة عادية 1 ميجا، تصوير الأرض من بعيد أكيد حياخذ مساحة كبيرة. فهم كانوا بيجمعوا الصور عن طريق مربعات، أنا هيك شفت مرة، فهم بيجمعوها وبخلوها على شكل صورة واحدة بتبين الأرض كروية. الشيء هذا ما عجب الناس المؤمنة بنظرية الأرض المسطحة اللي موجودين معنا لحد الآن، كان عندهم كثير تساؤلات لحد الآن، والناس اللي بتشكك بنظرية الأرض المسطحة بيجاوبوا عليها، ولكنهم لسه هم مو مقتنعين. هاي التساؤلات مثل ليش الأفق دائما مستقيم؟ وليش صور ناسا كلها جرافيكس؟ والسؤال الأهم اللي كان كثير بدور ببالهم وبدور ببالي أنا شخصيا صراحة، ليش ممنوع نستكشف القطب الجنوبي؟ هي أسئلة بسيطة فعلا، بس بتخليك فعلا تشك وتفكر بنظرية المؤامرة بشكل أعمق شوي. ومع الوقت يا جماعة ظهرت نظرية جديدة بتقول إنه الأرض عبارة عن قرص، والقطب الشمالي موجود بنص الأرض مو بالشمال، وحواليها جدار بحاوطها من كل مكان، هذا هو القطب الجنوبي. وإنه الشمس والقمر هم صغار جدا وبدوروا حوالينا من فوق، وإنه الجاذبية عبارة عن كذبة، والأرض هي اللي بتتحرك لفوق بسرعة
9.8 متر بالثانية. والأخطر إنه في مؤامرة عالمية من كل وكالات الفضاء وكل الحكومات بالعالم علشان يخفوا هاي الحقيقة، طبعا بوجهة نظر الناس المؤمنة بالنظرية. ليش؟ الجواب دائما غامض. بيقولوا السيطرة، المال، شغلات كثير أنا بصراحة ما بعرفها، لكن هم شايفين إنه الحكومات قاعد تخفي الموضوع هذا علشان يتحكموا بالبشر لا أكثر. اللي بدي أقوله بس يا جماعة إنه لحد الآن في ناس من المؤمنين بقضية الأرض المسطحة بيعملوا تجارب كثير يحاولوا يثبتوا فيها صحة نظريتهم، بس قبل ما نحكم عليهم ونحكم حتى على الناس اللي مؤمنين بنظرية الأرض الكروية، خلينا نوقف لحظة ونسأل حالنا، هو فعلا لازم يكون في صراع بين العلم والدين؟ القرآن الكريم ما قال بصريح العبارة إنه الأرض كروية ولا مسطحة بشكل مباشر، بس وصفها بطريقة بيخليك تتأمل وتفكر. قال تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، بمعنى كيف تسطحت وصارت شكلها سهلة للحياة، يعني كيف تسطحت وصارت ممتدة بحيث أن الناس تقدر تعيش عليها بسهولة. وفي آيات ثانية مثل يكور الليل على النهار، كلمة يكور معناها يلف، مثل تكوير العمامة، وفيها إشارة ذكية جدا لانحناء الأرض ودورانها. وسبحان الله يا جماعة، كأنه الآيات بتجمع بين الفكرة اللي الناس بتشوفها بالعين والحقيقة اللي العلم بيكتشفها. ما في أبدا أي تناقض، لكن في توازن. يعني القرآن يا جماعة ما دخلنا أبدا بجدال إذا أرض كروية أو مسطحة. القرآن وجهنا عشان نتفكر بخلق ربنا، مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كأنه الرسالة مو على شكل الأرض، بل عن التأمل وعن الفضول وعن البحث. ربنا سبحانه وتعالى بدعونا إلى إحنا نكتشف ونعرف الحقيقة بنفسنا. وهنا بصير السؤال الأعمق يا جماعة، نصدق مين إحنا؟ نصدق نظرية الأرض مسطحة والناس اللي مؤمنين فيها، أو نصدق الناس اللي مؤمنين بناسا ومؤمنين إنه الصور هاي كلها حقيقية؟ الحقيقة يا جماعة اللي بنشوفها حوالينا احتمال تكون مو حقيقة أبدا، إنه ما نصدق كل إشي إحنا بنشوفه. لهالسبب أنا بدي أقول رأيي بنهاية الفيديو. فعليا أنا بالنسبة إلي كنت من جماعة الأرض الكروية، ومش هقولكم انه انا مع الارض المسطحه، انا من الناس اللي بالنص. انا اميل انها كرويه، لكني بنفس الوقت ما بقدر اجزم انه حتى الصور اللي احنا بنشوفها على الناسا والشغلات هاي اللي بنشروها حتى محطات فضاء كثير بالعالم مش شرط تكون حقيقيه. الله اعلم شو هي الحقيقه. فانا ما بعرف صراحه، لانه قصه الارض مسطحه يا جماعه مو قصه شكل الكوكب ابدا. القصه هي عن الشك وعن الخوف وعن الكذب وعن الإنسان اللي بده يجرب بنفسه. وفي عالم اليوم اللي مليان معلومات متناقضة صار الكل يشك بكل إشي، بالحكومات، بالعلماء، وحتى الصور اللي احنا قاعدين نشوفها بالفضاء. نهاية يا جماعة بحب أقول يمكن فكرة الأرض المسطحة تكون خرافة، ويمكن تكون حقيقة، ويمكن يكون انعكاس لطبيعتنا البشرية اللي بتحب تشك بكل إشي. لكن السؤال الحقيقي مو عن شكل الأرض، السؤال هو مين نصدق، اللي بنشوفه بعيننا ولا اللي بيحكوا لنا إياه؟ وأنت لو كنت مكان روبوثام بهذاك الوقت وسويت هاي التجربة بنفسك، كنت رح تصدق اللي شفته ولا حتقول هذا شيء علمي أنا ما بفهمش فيه؟ يا تكتب لي رأيك بالتعليقات لأنه جدا مهم. أنا حاب أدخل بالنقاش معكم ونشوف ممكن بالنهاية نصل لأي حل يفسر لنا الشيء اللي احنا قاعدين نشوفه. وخبروني كمان انتم مع أي نظرية، هل الأرض مسطحة أو كروية؟ أنا حاب أعرف رأيكم انتم بصراحة، ويا ريت اللي يكتب رأيه يكتب لنا إياه بطريقة مفصلية تفصيلية عشان نفهم ونتناقش. وبالنهاية حطلع آرائكم كلها بالفيديو القادم. ويا جماعة لازم تعرفوا شغلة مهمة، إنه هاي بس البداية، لأنه الجاي راح أحكي بنظريات أعمق وأغرب، راح أخليك تشك كل شيء حواليك. فجهز نفسك لأنه القادم أقوى. لا تنسوا يا جماعة طبعا تضغطوا على اللايك وتشتركوا بالقناة. وفي شيء مهم جدا، النص هذا يا جماعة كتبته زوجتي العزيزة، فأنا بحب أشكرها. I love you عن جد. شكرا جزيلا. شكرا للإديتر اللي عمل الإديت، وشكرا اللي عمل الصورة، وشكرا للكاميرا الجديدة. I don't know. أول شيء الحمد لله أكيد نقول. وإن شاء الله ما بنقطع يا جماعة. الفيديو حينزل الاثنين الجاي حيكون في فيديو جديد لنظرية جديدة أو لقصة شخص، أنا مش عارف صراحة. تقولوا بالتعليقات إذا بدكم قصة معينة بحب أرويها، وأنا جاهز يا جماعة لأي إشي. شكرا لكم جزيلا على المتابعة يا جماعة. كان معكم أخوكم أبو زيد، أحييكم، إلى اللقاء.